ال KOH تحليل مهم جدا لتشخيص الفانجل انفكشن، وده بيفرق لي بين أمراض الجلد الناتجة عن الإصابة بالفانجل أو عن أي مرض تاني زي الإكزيما والصدفية. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، فركز معايا في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة. بس قبل أي حاجة، لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. بدون مقدمات طويلة، كشكولك وقلمك ويلا بينا نتكلم عن تحليل ال KOH بالتفصيل الممل. معاكم كابتن أناليسيس. عندي نوع من الفطريات اسمه ديرماتوفايت، ده بيصيب السكين والهير والنيلز. وكمان عندي نوع تاني اسمه الكانديدا البيكانس، واحدة من الفطريات اللي بتصيب الماوس والفاجينا والسكين. بيتم التشخيص عن طريق تحليل ال KOH زي ما هنشوف مع بعض. لما بيحصل إصابة فطرية هتبدأ تظهر سيمتومز على المريض مكان الإصابة، وهنلاحظ إحمرار وحكة، وكمان هتظهر قشور، وممكن يظهر صديد عندي في مكان الإصابة. التشخيص هيتم عن طريق إجراء تحليل ال KOH هيدروكسيد البوتاسيوم. إزاي بقى؟ قالك بص، الفكرة بكل بساطة إن هيدروكسيد البوتاسيوم ليه القدرة على إنه يحلل الكرياتين اللي بيدخل في تكوين الشعر والأظافر والجلد. الكرياتين ده بيكون مركب أساسي فيهم، وبناء عليه أنا هستخدم ال KOH لإذابة مركب الكرياتين. المريض عندي مش هيحتاج ان انا احضره قبل اجراء التحليل. طب انا بستخدم هيدروكسيد البوتاسيوم 10%. ازاي بحضره؟ قالك هتجيب 10 جرام من ال KOH وتضيف عليهم 100 ملي من الديستلد ووتر، كده انت حضرت KOH 10%. ازاي اعمل كوليكشن سامبل لعينة ال KOH؟ ركز معايا، انا عندي اكتر من عينة باخدها في المعمل. اولا الهير، الشعر. بص يا سيدي، انت هتجيب ملقاط يكون استرايل، وهتروح على المنطقة المصابة، وبالملقاط ده هتاخد شوية شعر، بس الشعر اللي انت هتشيله يكون من البصيلة. حلو. بعد ما خدت الشعر هتحطه في سترايل تيوب او سترايل كاب. جميل جدا. طيب بص، وانت بتشيل الشعر لقيت في المنطقة شوية قشور، بعد اذنك هاتلي شوية من القشور دول حطهم في سترايل تيوب او سترايل كاب. طيب تاني عينة معانا وهي الأظافر. هتروح للضفر المصاب وهتبدأ تقصه بالقصافة وتاخد الشوية اللي انت قصتهم تحطهم في سترايل كاب أو سترايل تيوب. طب لو أنا هاخد عينة من السكين، من الجلد، بص انت هتجيب مشرط معقم ويكون حاد، وبعد كده هتقوم بقشط جزء من القشور الموجودة في مكان الإصابة. بس وانت بتعمل القشط ده يكون ببطء بالراحة، مع مراعاة اللي انت ما تجرحش المريض وانت بتاخد العينة. طب لو انا هاخد عينة من الماوس، بص اول حاجة هتقوم بقشط جزء من الطبقة البيضاء اللي موجودة في الفم، او هتاخد عينة سبيوتم بس تكون في الصباح الباكر. طب لو انا هاخد عينة من الفاجينا، قالك بص هناخد جزء من الافرازات الصباحية، او عينة يورين في حالة الاصابة في القنوات البولية. طبعا ما تنساش تلبس جلافز وانت بتاخد العينة عشان تحمي نفسك من اي انفكشن. الطريقة ازاي نعمل التحليل جوه المعمل؟ الموضوع بسيط جدا. انت هتجيب سترايل تيوب وهتاخد فيها جزء من العينة اللي انت عملت لها كوليكشن، وبعد كده هتحط عليها نقطة من ال KOH 10% اللي احنا حضرناه، وبعد كده هتسيبها من 10 ل 15 دقيقة عشان يحصل إذابة تامة لكل الكرياتين الموجود في العينة. وممكن تضيف ثنائي ميثايل السلفوكسايد، وده هيساعد ان يدوب كل الكرياتين الموجود. بعد كده
هتاخد نقطة من العينة وتفحصها تحت الميكروسكوب بالعدسة 100 وتشوف على الأقل 10 فلد، وهتبدأ تلاحظ وجود الفنجس ولا لأ. هتشوف الإصابة الفطرية لما تشوف البادنج يست أو السودو هايفا. دي كانت حلقة النهاردة في تحليل ال KOH. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معكم كابتن أناليسيس.